حد شاف الألماظ بتاع شركة بي تي سي؟ تعالوا واحنا هنشوف. الناس كلها عارفة شركة بي تي سي، بس ما يعرفوش ان عندهم فرع تاني للألماظ اسمه جي دي اند ام، وده اختصار لجولد اند دايموند اند مور. والناس اللي مش عارفة، بي تي سي ده جزء من كيان اكبر اسمه كي بي ام، والكيان ده تحتيه كذا شركة، منهم بي تي سي، جي دي اند مور، اوديسي، حتى ايجيبت جولد سكول، وبرضه معاهم ترافل بوتيك. وكل ده احنا كنا شفناه في سفريتنا الاخيره مع بي تي سي في دبي. رحنا هناك شفنا كل الشركات دي، ولو فاكرين كنت صورت لكم شويه حاجات من الالماظ هناك، وكنا مستنيين الحاجات دي تنزل مصر وتبقى موجوده عشان نقدر نوريها لكم. وبما ان الحاجات وصلت، فانا جاي اوريكم قنبله الفالنتاين، اجدد فكره اتعملت في عالم الالماظ. عباره عن كوليه التعليقه بتاعته واخده شكل حرف من فص واحد من الألماظ، يعني مش شوية فصوص عاملين حرف، لا، هو حجر واحد ألماظ متقطع على شكل الحرف اللي انت عايزه. يعني في حرف الان، حرف الار، حرف الكي، حروف كتيرة جدا. هو الحجر نفسه واخد شكل الحرف. ومش بس كده، ده كمان الحجر ومعاه شهادة من شركة GIA، فدي طبعا أقيم هدية تقدر تجيبها لمراتك أو خطيبتك، وضربت عصفورين بحجر واحد. وعامة كل ده وأكتر هتلاقوه عندنا في كل فروع مجوهرات الطويل. وجي دي اند ام ما خلصتش المفاجآت على كده، لسه في حاجات كتيرة عندهم هنوريها لكم بس في الفيديوهات الجاية. وبس كده، كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.